السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله هنسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كرومب. دي كرومباية صغيرة انا فصصتها من بعضيها عشان احطها ورقة ورقة كده واسلقها. دي القوطة والخضرة اهي نقعهم في المية في الحوض، ودي المية حطها لسليق الكرنب. اول ما تغلي هطفي هحط بقى ورق الكرنب واسلقه ان شاء الله. هوريهولكم لما احطه في قلب المية اللي بتغلي. حبايبي الكرنب اهو سلقته. دول ورقتين خاص كانوا عندي سلقتهم برضو. الكرنب اهو خلاص اتسلق، لسه هقطعه. دي الخلطة. انا هعمل المحشي ني في ني، مش هسبكه، هعمله ني في ني. دي الخضرة اهي والبصل. خرطت البصل ناعم جدا، وادي الخضرة. هحط بقى عليه الصلصة، هحط عليه القوطة. القوطة انا قطعتها، ما عملتهاش في الخلاط، قطعتها قطع صغيرة اهي. القوطة انا خدتها غلوة عشان لقيتها كانت جامدة شوية، خدتها غلوة اهي على البوتاجاز. هكبها بقى على الخلطة اللي انا وريتها لكم اهي. القوطة اهي اهي. هقلبها بقى على الخلطة واحط لها توابلها وارجع لكم. التوابل اهي يا حبايبي. دي فلفل اسمر، كمون، كزبرة ناشفة، ودي بابريكا وشطة حمراء وملح. اهم يا حبايبي. هجيب بقى قالب ماجي واحد وهفركه عليها اهي يا حبايبي. وحدة الماجي اهي والتوابل كده. فاضل الزيت، هحط لها بقى شوية الزيت. الزيت اهو يا حبايبي اهو، كفاية قوي كده. حبايبي الخلطة اهي، وادي الكرنب بقى قطعته. ده البتنجان والكوسة كنت مقوراهم وكنت شايلاهم. دي الحلة اللي هحشي فيها الكرنب، ودي اللي هحط فيها البتنجان والكوسة. طبعا مش هينفع اوريكم وانا بحشي عشان خاطر انا ماسكة التليفون بايدي. هخلص حشو الحلة بتاعت الكرنب واوريها لكم ان شاء الله. الكرنب اهو يا حبايبي، ودول ورقتين الخس، وده البتنجان والكوسة اهو والفلفل اهو. ده كيلو بتنجان ونص كوسة، والتلات قرون فلفل دول. ان شاء الله انا الساعة دلوقتي حوالي الساعة 3 بالليل. هروح بقى هروح احطهم في التلاجة وهسويهم بكرة ان شاء الله، عشان انا بصوم عليا 12 يوم هصومهم ان شاء الله. فعاملة المحشي ده ليا بكرة بإذنك يا رب انا ومحمد. لو عجبكم المحشي ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك ان شاء الله. وانا بسوي بكرة هبقى معاكم ان شاء الله. المحشي يا حبايبي اللي عملناه مع بعض بالليل. ده الكرنب، وده البتنجان والفلفل والكوسة. انا بغرف بقى عشان هاخده للحج وانا ماشية. لو عجبكم المحشي ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. تعالوا كلوا. سلام عليكم حبايبي.